محمد أبو تريكة عبر برنامج لايف سكايب لكي يعرف الجميع إن استبعاد حكيم زياش ليس بسبب الجاهزية في لائحة وليد الركراكي التي رأيتها اليوم، والتي فيها الكثير من المجاملات ويغيب فيها المنطق. اللائحة فيها لاعبين مستواهم أقل بكثير من زياش، ولنفترض إن زياش فاقد للتنافسية، فكان على وليد إن يعوض بلاعب يستحق كلنا. نتذكر إن زياش في سنة 2023 كان في نادي تشيلسي، لم يكن يلعب وغاب شهور على الملعب، ورغم ذلك عندما لعب في كأس العالم اعطي كل ما لديه وقدم كأس عالم تاريخية بسبب حبه لوطنه. ركان إبرز النجوم ذاك، ورأينا اليوم مع دخوله اعطى تمريرة حاسمة ولعب دقائق محترمة. زياش من اللاعبين القلائل، ولو يكون في أسوأ أحواله مع فريقه، لكن مع المنتخب دائما يعطي الإضافة، وهذه وجهة نظري، وظن حكيم يدفع ثمن تضامنه مع إخواننا